ازيكم يا اولى اعدادي، اخباركم ايه؟ ان درس النهارده تطبيقات النسب والتناسب، الجزء اللي هو تقسيم التناسبي. طيب، اول حاجه النهارده الدرس ده بيعتمد على المسائل اللفظيه، فركز وتشرب لك حاجه كده وهات دفترك وقلمك قدامك وتعالى معايا، لان الكلام اللي هيتقال النهارده مهم خالص، ولازم يعتمد ان انت تفهم المساله الاول. لو انت ما فهمتش المساله وما فهمتش هو عايز ايه مش هتعرف تحل اساسا، لان المسائل اللفظيه بيعتمد على فهمك للمساله نفسها هي عايزه ايه. لو انت فهمتها غلط هتحلها بطريقه غلط. تمام، فخليك معايا خطوه بخطوه. اول مسألة بيقولك يريد رجلا تقسيم مبلغ 1200 بين شخصين بنسبة 1:100، فما نصيب كل منهما؟ طيب، انا عندي مبلغ عايزة اقسمه من نسبة 2:1، يعني انا هقسم 2:1. فانا اول حاجة هعمل ايه؟ 2 يعني واحد هياخد جزئين، واحد هياخد جزء، يعني كم جزء على بعض؟ 3 اجزاء. يبقى انا اول حاجة هقول له عدد الاجزاء. ثواني. مجموع الأجزاء 1 زائد 2 كام؟ 3. جمعت ايه؟ جمعت النسبة بتاعتي. تمام. بعد ما جبت خلاص المجموع، أقول له قيمة الجزء. قيمة الجزء يساوي، هقسم 1200 على 3. 1200 على 3 فيها الكام؟ فيها 400. يبقى كل جنيه. تمام، يبقى الجزء الواحد 400 جنيه. طيب، انا عايزه اعرف الاولاني هياخد كام والتاني كام. اقول له ايه؟ الاول هيبقى 400 في، هو كام جزء؟ جزئين. 400 في 2 بكام؟ 800 جنيه. الثاني 400 في كام؟ في 1 ب400، يبقى 400 جنيه. يبقى الأولاني هياخد 800 والتاني 400. كده اتحلت. تمام. تعال نحل بقى مسائل تاني ونتدرب أكتر. وقبل ما نكمل أفكرك تعملي لي لايك للفيديو واشتراك في القناة وركز معايا. يلا السؤال اللي بعده. قسم مبلغ 108 جنيهات بين 3 أشخاص بنسبة 2:3:4. هعمل نفس الفكرة بتاعت التانية. هعمل ايه؟ هقول له مجموع الأجزاء. 2+3+4. 2 و3 5. 5 زائد 4 9. 9 أجزاء. تمام. طب نصيب الجزء الواحد، هقول له ايه؟ المبلغ كله على 9. 108 على 9 فيها الكام؟ فيها 12. يبقى نصيب الواحد فيهم 12 جنيه. تمام. طيب، يبقى نصيب الأول، نصيب الأول يساوي 2 في 12. 2 في 12 بكام؟ ب24 جنيه. طب نصيب الثاني 3 في 12 ب36 جنيه. نصيب الثالث 4 في 12 ب48 يساوي جنيه أصلا. كده أنا جبت نصيب كل واحد فيهم. جبت نصيب كل واحد فيهم. تمام. المسألة سهلة. في أي مشاكل، لو في أي مشكلة في أي مسألة اكتبولي في التعليقات.
وانا بقرا تعليقاتكم وموجوده معاكم على طول. تمام، ندخل على المساله اللي بعديها. طيب المساله اللي بعد كده ركز معايا، ركز جامد، ركز، سيب كل اللي في ايدك وركز معايا. قطعه ارض مقسمه بين اخين بنسبة 3 إلى 5، فكان نصيب الأخ الأكبر يزيد عن نصيب الأخ الأصغر بمقدار 20 متر مربع، فوجد نصيب كل منهما ومساحة الأرض. طيب أنا في السؤالين اللي فاتوا كان بيجيب لي حاجة وهو مقسمها أجزاء، وأنا بجيب قيمة الجزء الواحد فيهم كام وبعدين بضربه في الأجزاء بتاعته وعشان أعرف قيمة الأجزاء بتاعتهم كام. هنا بقى إيه، هو مش جايب لي أساسا، هو مقسمهم هنا اجزاء بس مش قايل لي اساسا هي مساحه الارض كلها كام، او مش جايب لي المساحه كام، انا مش عارفه المساحه كام. هو قايل لي ان هم مقسمهم 3 اجزاء و5 اجزاء، يعني على بعض الارض كلها 8 اجزاء. تمام، في واحد فيهم ازيد من التاني، بيزيد التاني كام؟ 20 متر. طيب ما التاني برضو بيزيد، يعني انا لو طرحت هنا ال5، يعني هنا في واحد بيزيد عن التاني بجزئين، اللي هو مقدار الجزئين كام؟ 20 متر. يبقى هنا هعمل ايه؟ عملية طرح مش جمع، عملية طرح مش جمع. ركز في الحتة دي جامد. شفت فرق بين السؤال اللي هناك والسؤال ده؟ لو انا حافظ هعمل ايه؟ هجمع 3 زائد 5 واروح اقسم على 20 وكده يبقى المسألة ضاعت مني. لا انا ركز واعرف انا هنا هطرح ولا اجمع. لما يجيب لي قيمة الحاجة كلها بجمع الأجزاء وأقسم القيمة الكلية على عدد الأجزاء، وبعد كده بجيب قيمة الجزء الواحد وبضربه في عدد الأجزاء بتاعتي. طب هنا ما جايبش العدد الكلي، ده هو جايب مقدار الزيادة. يبقى أنا هقول له أول حاجة قيمة الجزء، أقول له إيه بقى؟ 5 - 2، 5 سوري ناقص 3 اللي هما الأجزاء اللي فوق. ثواني، بصوا انا هقول ايه على جنب كده، 5 - 3 اللي هم دول النسبتين دول طرحتهم من بعض تساوي كام؟ 2. يبقى انا 20 اللي هي مقدار الزيادة على 2 فالكام؟ فهال10. طب انا جبت خلاص ان هي ايه؟ ب10. عايزة اعرف نصيب كل واحد، يبقى نصيب الاول اقول له 3/10 بكام؟ ب30 متر مربعا. طيب نصيب الثاني 5/10. 5/10 بكام؟ ب50 مترا مربع. طيب انا لقيت خلاص نصيب كل واحد فيهم، عايز مساحة الارض. اجمع مساحة الارض، انا خلاص انا جبت ايه؟ قيمة الاجزاء بتاعتها تبقى 30 زائد 50 تساوي ايه؟ 80 مترا مربعا. عرفت بنحل ازاي؟ ركز امتى هجمع وامتى هطرح. الموضوع ده بيعتمد على ايه؟ فهمك للمسألة اللفظية. افهم كويس، اقرا المسألة كويس وافهم هو عايز ايه منك. تمام، يلا نكمل. طيب السؤال اللي بعد كده قبل ما ابدأ فيه ما تنساش تعمل اشتراك في القناة، فكرتك اهو دي للمرة التانية. يلا بعد كده اشتراك 3 أشخاص في مشروع تجاري بنسبة 3/4/5. أنا بقرأ من الشمال لليمين. بعدين فكان نصيب الأول 15 جنيه، 15,000 جنيه. احسب نصيب كل من الثاني والثالث. طيب يبقى أنا هعمل إيه هنا؟ ركز معي، هجمع ولا أطرح ولا هعمل إيه؟ لا لا لا، هنا لا جمع ولا طرح. هنا هركز الأول هو قال إيه.
هو قال في 3 مشتركين في مشروع، المشروع ده النسب اللي كل واحد فيهم واحد داخل ب3 أجزاء، واحد داخل ب4 أجزاء، وواحد داخل ب5 أجزاء. طيب النصيب الأولاني 15,000، يعني الأولاني كام؟ دفع 15,000. فاحسب نصيب كل من الثاني والثالث. أعرف إزاي؟ أمسك الأولاني اللي هو مين؟ ال3، هقول له مقدار او قيمة ايه النصيب الاول. تمام. دلوقتي انا عايزه اعرف قيمة الجزء الواحد، هجيبه ازاي؟ هقول له قيمة الجزء الواحد. هعرفه ازاي؟ من النصيب الاولاني. انا عندي هو دخل ب3 وهو دافع 15، يبقى 15 او نصيبه 15,000 على ايه؟ على ال3 فيها الكام؟ فيها ال5,000، لان 15 على 3 فيها ال5 و3 اصفر ينزلوا. تمام. حد هنا في مشاكل؟ لا. جنيه. طيب انا عرفت خلاص قيمة الجزء الواحد 5,000 جنيه. يبقى انا هعمل ايه بعد كده؟ همسك عشان اجيب نصيب كل واحد فيهم. يبقى في مسائل بجمع الاول، في مسائل بطرح فيها الاول، وفي مسائل بقسم فيها الاول. امتى بقسم؟ لما يكون جايب لي مثلا نسبة واحد في حاجة وهو دفع كام، يعني جايب لي قيمة النسبة كام. هو جايب لي مثلا هو دخل ب3 اجزاء، قيمة ال3 اجزاء دول كام؟ 15. فيبقى اكيد الجزء الواحد ب5. تمام. يبقى دلوقتي اقول له نصيب الثاني يساوي 4 في 5,000. 3 أصفار ينزلوا، و4 في 5 ب20. تمام. جميل. نصيب الثالث بيساوي ايه بقى؟ 5 في 5,000. خلاص احنا بقينا شاطرين. 3 أصفار ينزلوا، وخمسة في الخمسة ب25، يبقى 25,000 جنيه. عرفنا بعمل ايه؟ كده انا حليت المسألة. فيها اي مشاكل؟ كمل معايا بقى. طيب السؤال اللي بعده وقف الفيديو كده وحله، وتعالى اتأكد معايا من الحل. انا هقرا لك السؤال وبعد كده انت وقف الفيديو وحله في الدفتر، وبعدين اتأكد معايا من السؤال، الحل السؤال بتاعك. يتقاضى محمد ضعف ما يتقاضاه باسم، فإذا كان مجموع أجرهما 21,000 جنيه، فما أجر كل واحد منهم؟ وقف الفيديو. وقفت. طيب تعالى اتأكد بعد كده معايا من الحل. أول حاجة عشان هنا أعرف، هنا أقول لي محمد ضعف مين؟ باسم. يبقى محمد ضعف يعني ايه؟ مضروب في 2. وباسم يعني تخيل اني 1 وضربته في 2، يبقى النسبة 2 إلى 1. النسبة 2 إلى 1. 2 إلى 1. طيب مجموع أجرهما كام؟ 21. دي شبه أول مسألة اللي أنا كنت بجمع فيها الأجزاء. يبقى هنا أقول له مجموع الأجزاء بيساوي 2 زائد 1 يساوي 3. قيمة الجزء، هو قال لك على بعضهم بياخدوا كام؟ 21. يبقى 21,000 على 3 فيها 7,000. تمام. أنا قسمت 21 على 3 فيها 7,000. طيب يبقى أجر محمد، أجر محمد كام؟ هو المفروض ضعف، يبقى هو 2. يبقى 2 في 7,000. 3 أصفار ينزلوا، 7 في 2 ب14,000 جنيه. أجرة مين بعد كده؟ باسم. هقول 1 في 7,000 ب7,000. 7,000 جنيه. تمام. كده المسألة خلصت، سهلة.
درس لذيذ وسهل وبسيط ومفيهوش اي تعقيدات. تعالوا بقى معايا في المثال اللي بعده. طيب خلاص عرفنا ان احنا المسائل اللي فاتت شبه بعض والدنيا حلوه وخلاص. في مسائل تانية بقى ليها طريقه تانية، زي مثلا اشترك 3 اشخاص في مشروع تجاري، دفع الاول 250 الف جنيه، تمام، ودفع الثاني 2000 جنيه 200 الف جنيه، تمام، والثالث 300 الف جنيه، حلو. وفي نهاية العام بلغ ربح المشروع 150 ألف جنيه، تمام التمام. احسب نصيب كل منهما من الربح. هنا هعمل ايه؟ طبعا مفيش اجزاء اجمعها، مفيش اجزاء اقسمها، مفيش اجزاء اطرحها علشان اجيب بنصيب كل واحد في الربح ده. هعمل ايه؟ ولا حاجة، خليك معايا وركز وسيبك من اي حاجة حواليك. ولو انت مش هتقدر تحضر الفيديو سيفه عندك او خليك عارف ان انت هترجع له تاني. اشترك في القناة عشان يبقى الفيديوهات عندك على طول قدامك. طيب اول حاجة هقول الاول الثاني الثالث. تمام. الاول كام؟ 250 الف. الثالث 200 الف. الثالث 300 الف. طبعا انت لو بصيت في 4 اصفار بتضافين في كل رقم، طيرهم، اقسم على اطيرهم ازاي يعني اقول بالقسمة على كام؟ على 10,000 عشان تبسطها. يبقى انا قسمت على 10,000، لما قسمت على 10,000 يحصل الاول يبقى كام؟ 25، التاني يبقى 20، التالت 30. هل كده في ابسط صورة؟ لا، ممكن ابسطها اكتر من كده. هقسم على هما التلاتة، 30 وال20 وال25 يقبلوا القسمة على تاني؟ ممكن اقسم على 5. تمام. 25 على 5 فيها 5، 20 على 5 فيها 4، 30 على 5 فيها 6. تمام اهو كده. طيب بعد ما بسطتهم وجبتهم في ابسط صوره، مفيش تبسيط تاني. ليه؟ انت هتقولي الاربعه والسته ينفع يتبسطوا، وهقول لك لا، لازم تعمل حساب الخمسه معاك، ما ينفعش واحد وواحد لا. طيب بعد ما بسطت هعمل نعيد بقى اللي كنا بنعمله المره اللي فاتت، جمع الاجزاء ونجيب قيمه الجزء ونضرب بقى. يلا بقى كده هقول مجموع الاجزاء. خلاص انا دلوقتي عندي اجزاء اقدر اجمعها، بقى مجموع الأجزاء تساوي 5 زائد 4 زائد 6، مجموعهم على بعض 15. طب قيمة الجزء كام بقى؟ هو قال لي 150 ألف، اللي هو الأرباع على 15. طبعا فيها 10,000، 15 على 15 فيها الواحد، يعني مش محتاجة تفكير دي. فا 10,000. تمام. طيب يبقى قيمة الجزء الواحد 10,000. تعالى بقى اقول نصيب الاول والثاني والثالث. طيب انا وانا بقول الاول والثاني والثالث اخد بالي ان الاول تحته اهو، الاول تحته 5، يبقى هضرب في 5. الاتنين، التاني 4 والثالث 6. اركز في الحتة دي. يبقى نصيب الاول يساوي 10,000 في 5. 10,000 في 5 بكام؟ ب50,000 جنيه.
ده ايه الجزء اللي هياخده من الارباح، النصيب الاولاني. نصيب الثاني 4 في 10,000. هتقولي لي هتكتبتي مثل ال 10,000 في الاول ولا 4,000 في الاول؟ اقول لك الضرب التالي وما توقفش على دي. يبقى 4 هتبقى 40,000 جنيه. تمام. بعد كده نصيب الثالث. نصيب الثالث تبقى 5 في 10,000 بيساوي 50. لا سوري، في 6. لا في 6. نصيب الثالث 6 مش 5. 66,000 جنيه. كده انا جبت كل واحد فيهم قيمة الربح بتاعه كام. في واحد هياخد 50، واحد 40، وواحد 60. كده انا خلصت المسألة. فيها اي مشاكل، فيها اي حاجة محتاجين اعيدها لكم او اكررها لكم او اشرحها بطريقة تاني؟ اعتقد دي ابسط صورة، دي ابسط حاجة، والدرس سهل جدا وبسيط وانا بحبه. تمام. يلا بعد كده ندخل على السؤال اللي بعده. طيب المسألة اللي بعد كده مسألة تخص الميراث، يعني مسائل الميراث. توفى رجل وترك ميراثا مقداره 600,000 جنيه، وعن زوجة وولدين وبنت. فإن كان نصيب الزوجة ثمن المبلغ، ونصيب البنت نصف نصيب الولد. فأوجد نصيب الزوجة والبنت والولد. طيب أول حاجة هو عنده ولدين وبنت ومعاه زوجة. فأول حاجة أجيب نصيب الزوجة. بجيب نصيب الزوجة ازاي؟ بقول نصيب الزوجة. هو قال لي ان هي تمن الميراث، يبقى هضرب التمن في ايه، في 600,000. تمام. حدينا في مشاكل. هقسم، هيبقى الإجابة 75,000. 75,000 ده ايه نصيب الزوجة الجنيه. طيب بعد كده عايزة اعمل ايه؟ انا دلوقتي عايزة اعرف الباقي. انا دلوقتي 600,000 عطيت منيهم للزوجة 75,000. انا عايزة اعرف بقى اتفضل لي كام في الاخر. قول له 600 اطرح مني على 75 يتفضل لي 500 كام؟ 25,000. طيب بعد ما عطيت الزوجة واتعرفت اللي فاضل معي، اعمل ايه بعد كده؟ انا عندي ولدين، هو كاتب ايه؟ ولدين وبنت. الولدين ضعف البنت، يعني الولد 2، يبقى النسبة اللي عندي 2:2. ولدين، ولد وولد، والبنت هي 1. يبقى هعمل ايه؟ نفس اللي كنت شغالة فيه قبل كده. هقول له مجموع الأجزاء بيساوي 1+2+2 بيساوي 5. قيمة الجزء الواحد يساوي بقى ايه؟ 525 على 525,000 على 5. الناتج 500 على 5 فيها 100، و25 على 5 فيها يبقى 105. ثواني ليه قلبت 4 كده؟ تبقى 105,000. تمام. جنيه. يبقى دلوقتي نصيب الولد كام ونصيب البنت كام؟ خلاص عرفنا كده. نصيب الولد يساوي 2 ضرب 105,000. 105 ضرب 2 هتبقى الناتج 210
آلاف جنيه. يبقى كل ولد فيهم هياخد 210 ألف. طب نصيب البنت، نصيب البنت يساوي 1 في 105 آلاف. 105 آلاف يساوي 105 آلاف جنيه. كده أنا وزعت الميراث. في أي مشاكل؟ حد مش فاهم؟ كده أنا وزعت الميراث كله وعملت التوزيع. يبقى أنا أول حاجة طلعت نصيب الزوجة، وبعدين عملت طلعت من بعد ما طلعت نصيبها أخدته من الفلوس. اتفضل، شفت اللي فاضل كام وزعته على الأولاد يعني. تمام. سؤال مهم جدا وحلو خالص، ركز معايا وسيب اللي في ايدك وتعالى كده معايا. اول حاجه بيقول لك عامل منجم استخرج سبيكه معدنيه تحتوي على 3 معادن من الفضه والقصدير والنحاس، نسبه الربع والسدس والى 9. وإذا كانت كتلة السبيكة 285 جرام، وأوجد كتلة كل معدن في السبيكة. هنا هعمل ايه يا ولاد؟ ركز معايا كده. انا دلوقتي عندي النسب عبارة عن فصول صعبة. هعمل ايه؟ هقول 4 و9 وال6 انا عايز اخليهم مش كسور. هعمل ايه؟ يبقى لازم اضربهم في حاجة تضيع الكسور دي. طب اعمل ايه هنا؟ افتكر هنا بقى المضاعف المشترك الاصغر. اجيب هنا المضاعف المشترك الاصغر. لو انت مش فاكره تعالى افكرك بيه. بنجيبه ازاي؟ بنقول 4 حاصل ضرب 2 في 2، وال6 حاصل ضرب 2 في 3، وال9 حاصل ضرب 3 في 3. طيب انا عندي ال3 هنا اتكررت اهي، وال2 هنا اتكررت. فاللي بيتكرر باخدوش غير مرة واحدة، يبقى الميم ميم ألف 2 في دول اخدتهم مرة واحدة. اتفضل هنا معايا 2 اخدها في 2 في هنا 3 في 3. 2 في 2 ب4، 4 في 3 في 3 ب9، 4 في 9 ب36. يبقى المضاعف المشترك الأصغر هو 36. طيب بعد كده، بعد ما جبت المضاعف واحدة واحدة وركز معايا، هنعمل ايه؟ بعد ما جبت المضاعف هعمل ايه؟ هضرب المضاعف ده في كل كسر فيهم. يبقى اقول له اهو، ثواني، الربع الى السدس الى التسع. هضرب هنا في 36، هنا في 36، وهنا في 36. طب لما اضرب في 36 يحصل ايه؟ هنا على 4 فيها الواحد، 36 على 4 فيها الكام؟ فيها التسعة. النسبة هنا 9. هنا على 6 فيها الواحد، على 6 فيها 6. طيب هنا على 9 فيها الواحد، على 9 فيها 4. يبقى دي بقت النسب. دلوقتي اعمل ايه؟ احلها كمسألة عادية. بعد كده اقول له مجموع، ثواني، مجموع الأجزاء 4 زائد 6 زائد 9، مجموعهم على بعض 19 جزء. طيب هما دلوقتي خلاص انا عرفت ان هما 19 جزء. اعمل ايه بعد كده؟ هقسم السبيكة على عدد الأجزاء. قيمة الجزء الواحد تساوي 285 على 19. الإجابة هتطلع 15.
15. طب طلعت الجزء الواحد ب15، هعمل ايه؟ امسك كل جزء هضربه في عدد الاجزاء بتاعته. يبقى اول حاجه لازم افتكر كده هو، ثواني، الربع هنا تبع مين؟ ها ها الفضة، وبعدين القصدير، وبعدين النحاس. تمام. كتلة الفضة اللي هو 9 اهو، الفضة الربع 9 اهو، يبقى الربع بقي 9، ف9 في 15. وكتلة القصدير 6 في 15. وكتلة النحاس 4 في 15. واضرب 9 في 15 بكام؟ ب135. والفضة هو ممكن اكتب هنا الجرام جنبيها. والفضة 9 6 في 15 ب90 جرام. و4 في 15 ب30 سوري ب60 جرام. اخر حاجة معايا هحل كام سؤال كده اختياري. قسمت قطعة أرض مساحتها 36 فدان سوري بين شخصين، النسبة بينهم 7-2، فما يكون نصيبا لأحد الشخصين. طيب أول حاجة نصيبا لأحد الأشخاص هو 2 و7 9، 36 على 9 فيها الأربعة، يبقى نصيب الفرد الواحد، نصيب للجزء الواحد 4 فدادين. طب يبقى هضرب هنا في 4 واضرب هنا في 4 يبقى 28، وهنا 8، يبقى الإجابة 28. تمام. طيب اشترك صديقين في مشروع تجاري بنسبة 2-5، وكان نصيب الأصغر 18، يعني اللي هي 2 نسبتها 2 18، فما مجموع الأرباح بالجنيه. فهي دلوقتي اللي هي عندها جزئين كسبت 18، يبقى اللي عندها 5 كسبت كام؟ أو كلهم على بعض كام؟ الاتنين والخمسة. هجيب أول حاجة أقول له 18,000 على الجزئين يساوي كام؟ يساوي 9000. طيب يبقى الجزء الواحد ب9000، يبقى مجموعهم على بعض 2 زائد 5 7، عشان هو عايز مجموع الأرباح كلها، ما قالش عايز النصيب التاني. تمام. 7 في 9000 بكام؟ 7 في 9 بكام؟ ب63,000. تمام. طيب السؤال اللي بعده، عددين مجموعهم 264 والنسبة بينهم 4-7، فإن الأكبرهم اللي هو المفروض النسبة 7، فيبقى أنا مجموعهم أول حاجة هو كام؟ طيب اللي هنا هقول 4 زائد 7 11 على، يبقى 264 على 11 فيها 24. طبعا مين الأكبر هنا؟ 7، يبقى هضرب 7 في 24 هيبقى الناتج معايا 168. تمام. السؤال اللي بعده، اشترك محمد وهالة في مشروع ودفع أحمد اشترك أحمد وهالة في مشروع ودفع أحمد 8000 ودفعت هالة 6000، فإذا كان ربح أحمد في المشروع 1200، فما هو ربح هالة؟ طيب هما الاثنين دخلوا في مشروع، فأنا عايزة أعرف كل واحد فيهم دخل بكام جزء، فأقول له 8 هنا عندي 8000 وال6000. طيب أنا عملت إيه؟ قلت أحمد دفع 8000 تحتيها 8000 وهالة 6000 تحتيها، قسمت على 2، 8000 على 2 في 2000 سوري على 2000 فيها الأربعة، أو 6000 على 2000 فيها التلاتة. ليه حطيتهم في النسبة؟ لأن همسك النسبة دي أجمعها هيبقى مجموع النسب كام، أو مجموع الأجزاء كده كام؟ بيساوي 7.
مجموع الاجزاء 7. طيب انا دلوقتي عندي احمد، سوري انا دلوقتي مش محتاجه مجموع الاجزاء. ليه؟ عشان انا هو عندي بس احمد بس اللي هو كام، يبقى عدد اجزاء احمد كام؟ 4 اجزاء. فاقول له قيمة الجزء الواحد، قيمة الجزء على طول هجيبها من احمد، يبقى اقول له 1200 على ايه؟ على الاربعة، فيها الكام؟ صفرين ينزلوا، و12 على 4 فيها 3، فيها 300. يبقى قيمة الجزء الواحد او الجزء الواحد بيربح فيه 300. يبقى هالة اللي داخلة 3 اجزاء هقدر اقول ايه؟ 3 في 300 بيساوي صفرين ينزلوا، 3 في 3 ب9، يبقى الناتج 900 جنيه. فهالة كسبت 900 جنيه. تمام كده انا خلصت. اتمنى تكونوا فهمتوا والمعلومه وصلت بشكل صحيح. شكرا لكم وشكرا لاستماعكم. اتمنى ما تنسونيش بدعمكم عشان استمر في التنزيل الشرح. اكتبوا لي في التعليقات اي مسائل وقفت معاكم، اي حاجه عايزين تسالوني عليها اسالوني. اكتبوا لي برضو ارائكم، اي حاجه عايزين اضيفها في الحصه قولوا لي عليها وانا هضيفها ان شاء الله. هتابع تعليقاتكم. شكرا لكم، اتمنى لكم التوفيق.